السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في قناتنا خطوتك للنجاح. قبل ما نبداو نصلوا ونسلموا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحب أيضا نرحب بمشتركاتي اللي اشتركوا معايا في القناة. والله العظيم غير فرحتوني، نشكركم على الاشتراك ونشكر كل وحدة خلت لي تعاليق في الفيديوهات السابقة. نقول لهم مرحبا بكم في قناتنا تكبر ان شاء الله بيكم. كما كتشوفوا البنات غادي نحضر انا وياكم هذه الطلبيه تاع القريوش. غادي نعطيكم المقادير المضبوطه، يعني غادي نعطيها لكم بالدقه التامه كما نخدم الطلبيات. غادي نعطيكم المقادير وطريقه التحضير اكيد، وغادي نقول لكم السعر واش عاد تخرج هذه الكميه. هنا درت لكم كميه غير صغيره باش كاع كي نقولوا كاع تجربوها وان شاء الله تصدق لكم. نبداو على بركه الله. جيبي حبيبتي قصيحتك ولا باسينه، مهم حاجه تكون كي نقولوا واسعه باش كي ديري هذيك العجينه تاعك ما تغلبكش من تقعدي تعجني فيها. شوفي هنايا حطيت 600 غرام فرينه، من الاحسن تكون فرينه ذات جوده جيده. دوك نوريكم بعد كينا لومبالاج تاع الفرينه نخدم بها، دائما نخدم فرينه تاع سفينه. دوك نوريها لكم. هنا ضفت عليها رشه تاع ملح، لازم ديك الرشه تاع الملح، وضفت عليها نصف ملعقه صغيره تاع فانيليا بودره. من الاحسن لافاني تاع البودر هذيك تنباع بالميزان اللي تجي بيضه. وتاني ما تكثروش الكميه، لاخاطش كي تكثروا بزاف من هذيك لافاني كي تجي تقلوا حبه القريوش بالخف تشيط لكم في المقله وتولي حمراء اصلا ما طيبش من الداخل. يعني ديروا غير نصف ملعقه صغيره في هذه الكونتيتي هذه كما قلت لكم 600 غرام فرينه. راني هنا بديت ايضا درت ملعقه صغيره تاع خل. الخل هنايا كمحسن، وزدت كاس تاع شاي زيت الاول، والكاس الزاوج درت غير نصف وكملته بزبده دائبه، يعني مارغارين دائبه صول. انا نستخدم في لي كوموند تاعي نخدم الصول، تجي البنه تاع القريوش تجي بنينه. نبدا نبسس فيها هذاك الزيت وهذوك المكونات اللي حطيتهم مع الفارينه. نبدا غير بشويه ندخل فيهم دوك تشوفوا، ونبدا نحك دوك الفارينه هذوك الحبيبات نحكهم بين يديا كيما راكم تشوفوا كيما راه موضح في الفيديو، ما نزيد ما نقص. البنات هاد الكونتيتي هذه اللي عطيتها لكم تاع 600 غرام فرينه تخرج لكم كيلو ورطل تاع قريوش. واكيد قبل ما تبدي تخدمي القريوش تاعك تكوني شريتي جلجلان. انا نستخدم الجلجلان الابيض ونفوته في المقله نحمصه يجي خير من هذاك اللي نشروه واجد احمر. وحاجه تانية اخرى تكوني وجدتي العسل. تكوني من الاحسن طيبيه في الدار، العسل اللي يليق طيبيه في الدار. دوك نعطيك المقادير تاع العسل. عندنا في 1 كيلو غرام تاع سكر، ديري نصف لتر تاع ماء. من هذاك الكيلو تقلعي مغرف من هذاك السكر، وتكوني درتي القدره تاعك ولا الطاجين فوق النار يحمو، وحطي هذاك المغرف تاع السكر. كي تشوفيها ولات كراميل من الاحسن ما تخليهاش تنحرق هذيك المغرف وتتحمر بزاف، كراميل يكون فاتح. ضيفي عليه هذاك النصف تاع اللتر تاع الماء، وضيفي كملي داك الكيلو تاع السكر وخليهم يغلو. كي تشوفي العسل تاعك مره تفقديه، كي تشوفيه يغلي رفدي غير شويه بالمغرف وتيستيه بين صباعك. كي تشوفيه ثقيل ويتلصق ديري حبه شب صغيره ولا اسيد سيتريك ولا شريحه تاع ليمون. انا نستخدم غير الشب باش ما يتسكرليش هذا مكان، وخليه يبرد. هكا تكوني وجدتي كاع صوالحك، ومن بعد كينا تبدي تعجني في القريوش تاعك. انا هنا بعد اللي بسست هذوك المكونات غايه كي نقولوا دخلتهم في الفرينه مليح، بديت نجمع في العجينه بالماء. انا هاد العجينه دات لي كاس ونص من هذوك الكيسان العاديين. وهنايا من الاحسن البنات العجينه كي نقولوا تخليها شويه يابسه. هنا دوك نقول لك السر علاش. كي تخليها يابسه تدخليها في ساشي كونجيلاسيون وتخليها ترتاح، غادي تطلق العجينه. تحسبي انت من الاصل من الخطره الاولى تقولي اني خليتها طريه، هي لا. كي تخليها يابسه وتخليها في الساشيه تاع الكونجيلاسيون هي وحدها تطلق روحها. ومع لي تاني الحمان وكل شيء بالخفت، كي نقول بالخفت دوك المكونات يتفاعلوا مع بعضهم. هنا نعجنها مليح ونديرها في ساشيه كما قلت لكم ونخليها ترتاح مده ربع ساعه. ومن جهه واحده اخرى نديروا الزيت يحمى في المقله. الزيت يليق يكون كي نقولوا
كونتيتي مليحه، ماشي غير شويه في مقله، ولا الطاجين اللي تقلي فيه يكون غامق باش ديري كميه تاع زيت مليحه. هنا شوفوا بقى المره الاولى خليتها ناشفه، شوفوا هنا كي خليتها في الساشيه علقت روحها مع اللي الحمان وكل شيء، خليتها غير ربع ساعه ولات كيما هكا. نبدا نحل فيها، نحل كاع ديك العجينه اللي عجنتها قدامكم، ونجيب النيشه اللي هي المايزينا، نرش السطح العجينه هذيك بالمايزينا. دوك تشوفوا هنا ما مشي تحليها كاع ترقيها، مهم زعما تحليها باش ديري كميه تاع النيشه تاع المايزينا. نرشها كاع بالمايزينا ونبدا نلوي فيها كل حربوش. دوك تشوفوا هنا هي الطريقه، نبدا نلوي فيها ومن بعد كينا نقطعها على حسب الكميه اللي باغي نخدمها. انا قطعتها هذه الكميه هذه، قطعتها على 5 قطع. شوفوا هذه الوصفه اني معتمدتها عندي شعال ونخدم بها الطلبيات، والله العظيم اللي يدي الكوموند يقعد يشكر فيها. تنمو يجي طري ويجي بنين وهشيش، والله ما ندير فيها لا ما زهر لا حاجه واحده اخرى، ولا ابار هاد المكونات اللي قلت لكم عليهم. والعسل نخدمه في الدار، لازم اختي الكريمه ولا حبيبتي ولا الليق العسل الطيبيه في الدار. اذا بغيتوا الطريقه تاع العسل تاني ندير لكم فيديو خصيصا للعسل اللي نخدم به هذا القريوش هذا. شوفوا هنا بعد اللي قطعتها ل5 قطع قلت لكم درتهم في الكيس، على خاطر كي تخليها برا تتكون لك واحد القشره وما ما يجيكش مليح القريوش. كي تحطي في المقله يجي هكا ما يجيش منفخ ويجي. نبدا نخدم غير بالزوج كيما هكا. هذه الاولى، دوك نزيد تاني نرش فوقها مايزينا وتاني نلويها ونحطها بجيه ونخدم الزاوجه اللي خرجتها من الكيس، مخرجتها من الكيس. وهذه تاني الزاوجه بنفس الطريقه اللي خدمت بها الاولى. انا البنات نستخدم عجينه آلة التوريق، عفوا آلة التوريق، وتقدري تخدميها غير بيدك. انا نديرها غير دوره واحده في آلة التوريق. هذا مكاني غير باش زعما كي نقولوا كي نحل الحربوش تاعي يجيني فيه سمك واحد، ومن بعد كي نزيد نعاود نحله تاني بالرولو. زعما غير دايرتها غير زياده آلة التوريق. قادر تخدمي غير بالحلال وصاي، ما تخدميش بالآلة التوريق. اذا ما عندكش استخدمي غير بيدك. كما تشوفوا هنا نرقق فيها شويه ودوك نفوتها في آلة التوريق. قلت لكم البنات هذه الكميه تاع العجين اللي عطيتها لكم تخرج لكم كيلو ورطل تاع قريوش. وحوالي 34 حبه قريوش اللي يبغوا يعرفوا بالحبه وكل شيء تخرج لك 34 عفوا حبه تاع قريوش. كما تشوفوا هنا غادي نفوتها في آلة التوريق غير مره واحده. هنا غير باش كي نقولوا العجينه تجيني على سمك واحد، ما نقعدش نقول راها من جهه غليظه ولا من جهه رقيقه ولا. نقلع الحواشي هذوك اللي زياده. دوك نقول لكم هاد الحواشي هادو اللي نقلعهم وكل شيء كيفاش ندير بيهم، ونبدا نرقق فيها يليق حتى طاوله العمل تبان شوي كي نقولوا رقيقه، ليق تكون العجينه تاعك رقيقه كيما هكا. وانتي هنايا على حسب الحبه اللي ديريها تكبريها ولا تصغريها على حسب الرغبه تاعك. انا نبغي الحبه تكون متوسطه، ما تكونش صغيره كاع صغيره ما تبانش، وما تكونش كبيره حتى ما واحد يحشم باش يقطع منها ولا ياكل حبه. هنايا درت 5 6 كي نقولوا هي التاليه. كنا نحسبوا هنا 1 2 3 4 5 في الوسط. نرفد الحبه تاعي ونبدا وحده كي نقولوا شريط نرفده وشريط لا كما كنت تشوفوا. وهادوك 2 قنوتات توالا كي نقولوا تدخلي الابهام تاعك منا وتزيدي الزاوج، وهادوك 2 قنوتات تدخليهم وتحطيها فوق طاوله العمل وتبدي تساوي فيها كما راني ندير هنايا. واكيد كما قلت لكم الزيت هنا راكي دايره حتى يحمى، ماشي تقولي نخدمه كاع نستفاه كاع ومن بعد كي نعاد نبدا نقلي فيه. لا، انا تاني كنت واحد المره درت كيما هكا مرات نخلي غير 2 حبات 3
كي ينشفوا كي نقولوا توجههم الريح وكل شيء، ديريهم في المقله خط ما طابوش كاع، يقعدوا هكا بلا. بصح كي توجدي كيما هكا غير 2 حبات وترميهم في الزيت يجوك منفخين روعه. وهنا هذه الحبه الزوجه للاخت اللي ما فهمتش في الطريقه في الحبه الاولى، اني زدتكم هذه الحبه هذه. واللي ما فهمتش ايضا الطريقه ثاني في الحبه الزوجه، تعاودي الفيديو وتشوفي الطريقه وغير بشويه وان شاء الله يصدق لك. قلت لكم هذه الوصفه معتمدتها عندي شعال، ودايرتها كي نقولوا مدخول يومي تاعي لوليداتي باش نخدم عليهم. نخدم هذا الطلبيات، نخدم القريوش، نخدم المقرود، نخدم بزاف طلبيات. وغادي نخليكم كاع المشاريع تاعي اللي نخدمهم في المنزل تاعي، كل مره نحط لكم فيديو واش نخدم، نعطيكم الطريقه والثمن البيع وطريقه ايضا البيع. بالنسبه لطريقه البيع البنات هذا القريوش، واي وحده باغيه تبدا المشروع تاعها، ولا اول نصيحه اللي نعطيها لك، كي نقولوا لوازم اللي تخدمي بهم الحلوى تاعك ولا القريوش تاعك ولا اي مشروع تبغي تبديه. قبل ما نقول لكم هادوك لي شيت اللي قلعتهم، شوفوا ندخلهم في الحبه اللي كون باغي نعاود نخدمها ونخليهم يرتاحوا شويه هكا. كي نبدا في الحبه هذه نلقاهم صايي كي نقولوا طراو، والغلوتين تاعهم هذاك يكون طلق ما يكونش شاد روحه، ونخدم الاخرين اللي باغيين. وهنايا نكمل نقلي قبل هاد الحبات هذو اللي حاطتهم، ونعاود نبدا العجين اللي باقي. وايضا كي تقليهم منا تعسليهم مباشره ودري عليهم الجلجلان ثاني ايضا مباشره، خاطر شكون ينشف العسل الجلجلان تاعك ما يلصقش في الحبه. قلت لكم المنتجات ولا السلعه اللي تشروها اكيد دائما اللي تشريهم من المحلات الكبرى، يعني عند لي غروسيس، ما تشريش عند اللي يبيعوا الديطاي بالتجزئه، او ما تربحي ديك 100 دورو ديك 1000 فرنك. مع الوقت ديك 100 دورو على 100 دورو دير لك حاجه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه لطريقه التسويق، دائما نقول لكم اللي تكون عندكم اي وحده تبالي عندها بروفيل فيسبوك ولا صفحه، ولا تحطي في لي جروب وتحطي تصوري غايه وتبيعي المنتجات. الطريقة الثانية حبيبتي وهو التسويق المباشر، يعني تخدمي هذه الطلبية، إذا ما خدمتي 600 غرام خدمي غير 400 غرام فرينة، منها تذوقيه تشوفيه كيجيك، ومنها تعمري طبسي ولا زوج ولا تخرجي لجوارينك تقولي لهم باللي أنا نخدم هذه الطلبيات، هذا القريوش عفوا كطلبيات. هما كي يعجبهم المنتج تاعك يولوا يكوموندو عليك ولا يديروا لك هما يديروا لك بيبليسيتي. والله العظيم انا غير هذا الطريقه تابعتها، خدمت كي نقولوا 2 طباصه 3 وبديت ند الجواريني كي ضاقوه قعدوا غير هما من وحده لوحده. والله العظيم غير هذا هو البروجي زعما اللي نخدم فيه بزاف، هذا القريوش نخدم فيه بزاف الحمد لله يا ربي، الحمد لله فضل من الله عز وجل. كما قلت لك انتيا تخرجي لجوارينك كي يذوقوا ويشوفوهم مليح وشباب وبريزونطابل وقادر يديروه للمناسبات تاعهم يولوا يكوموندو عليك عادي. البنات ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم، اذا عجبكم ما تبخلونيش بلايك واشتراك في القناه فضلا وليس امرا. استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.